العالم كله عايزك تبقي فانيلا ما عدا الشخص اللي عايز يرتبط بيكي. اهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست كلام بنات. حلقة النهاردة هنتكلم على اكتر الصفات اللي بتجذب الراجل ليكي. طب ايه هي المرأة الفانيلا؟ معروفة الفانيلا يا جماعة، كل الناس بتحبها. دي كلمة اي حاجة، لما حد تسألي حد كده انت عايز تاكل ايه النهاردة، اي حاجة، فكده انت شخص فانيلا، شخص ملكش طعم. كل الناس بتاكله لما ما بيكونش عندها قرار، بس وقت اللي هو اي حاجة. فما تبقيش اي حاجه، ما تبقيش فانيلا. خلينا كده نتفق، المجتمع والعادات والتقاليد عايزاكي تبقي فانيلا، واحنا كبرنا وتربينا ان احنا نكون بنات فانيلا. يعني شخصيه ملهاش طعم، شخصيه او طعمها عادي، شخصيه ما عندهاش روح الدعابه، شخصيه ما عندهاش روح المرح والمغامره، وان هي تروح وتستكشف نفسها قبل كمان ما تستكشف اللي حواليها والعالم الخارجي. فانا النهارده جايه اقول لك واحذرك ان انتي ما تكونيش الشخصيه الفانيلا، مش عشان اي حد تاني، عشان نفسك ولخاطرك، وعشان تغيري من اسلوب حياتك للافضل. لو حتى نيتك كده ان انت ترتبطي بشخص انت حاطه عينك عليه، او في بالك ان انت تحب يعني تجذبيه ليكي، انا هقول لك على الصفات اللي المفروض تكتسبيها او تتعلميها او تنميها في نفسك عشان تجذبي اي راجل انت بتتمنيه. اول حاجه، الراجل ما بيحبش الشخصيه الفانيلا اللي ملهاش طعم، اللي اي حد كده باصص لها واي حد بيختارها واي حد كده شايفها بطعم عادي كل الناس بتحبها. الراجل بيحب الطعم الغريب، الريحه الغريبه، الشكل الغريب، الشخصيه الغريبه. نعم، كل واحد بتختلف طباعه من واحد للتاني، بس انا جايه اقول لك على حاجات اساسيه تنميها في شخصيتك عشان تجذبي اللي انت عايزاه مش اللي هو عايزه. اقول لك على سر، الراجل بيحب الست الانانيه. مش مصدقني؟ مش معنى ان انت انانيه ان انت تكوني الانسانه الشخصيه الوحشه. كلمه انانيه ان انا شخصيه احب نفسي واحب اهتم بنفسي وادي لنفسي دلعها واهتم بيها. فانا لما بعرف ادلع نفسي وادي لنفسي وقتي، هو كمان هيتخيل ده هي بتعرف تحترم نفسها، بتعرف تدلع نفسها، بتحب نفسها، فهي اكيد هتعرف تحبني. لان الشخص لما بيعرفش يحب نفسه اكيد مش هيعرف يحب اي حد تاني. سيبكم بقى من كلام ان اولادي وجوزي ولازم الحب بالعشره، لا احنا مش عايزين حب بالعشره، انا عايزه حب وعايزه غرام كمان في علاقتي. يعني ايه انسانه انانيه؟ انسانه انانيه واحده بتحب نفسها، بتعرف تحط قرارات لحياتها، بتعرف تحترم وقتها لنفسها. انا من الاشخاص كمان اللي بحط لنفسي حاجه اسمها مي تايم، وقت افصل عن البيت، عن طلبات البيت، عن طلبات جوزي. الوقت ده بتاعي، انا بحب اروح اعمل حاجه انا بحبها، فاقعد مع نفسي لوحدي واعمل الحاجه دي. مش باخده معايا او مش اللي هو يكون معايا في كل حته، لا. الوقت ده اسمه مي تايم. سواء شاور، انا بحب كده استجم مع نفسي، اروح اعمل شوبينج مع نفسي، اروح ارسم في مكان ما انا بحب مع نفسي. اي حاجه بحس ان هي بتنمي روحي وبتحس ان هي بتغذيني روحيا، فبحب اعملها لوحدي. فالراجل بيقدر الشخصيه الانانيه اللي هي بتجري ورا، تسعي ورا حلمها، عندها هدف، بتجري ورا هدفها ونفسها تحققه. انا من الاشخاص اللي عندي دايما طموح واهداف ان انا انجح واكسب فلوس كتير. ممكن جوزي يقول لي ساعات، هو انت ليه مهتميه ان انت مثلا تكسبي؟ احنا معانا كفايه، ممكن مش محتاجين اكتر من كده. انا بقول له بالنسبه لي ان انا اشتغل وانجح واعمل فلوس كل شهر. يعني مثلا سالته انت بتعمل كام في الشهر؟ انا عايزه اعمل اكتر منك. ليه؟ مش تحدي، بس احساس بالنجاح. انا بالنسبه لي انا بحب احساس النجاح وان انا بحقق نفسي. هو دي بالنسبه له حته كده اللي هو ايه، اوه واو، يعني انا، يعني هو طبعا ما بيبينش، بس هو من جواه. انا بحس بنظره الراجل. انت كمان لازم تتعلمي قرايه نظرات الرجل لما يكون عارف الحته دي حلوه فيكي، بس ما بيقولهاش، فانت تعرفي ان هو حب الجزء ده فيكي. انا مثلا جوزي بيحترم جدا ان انا لسه بسعى وعندي طموح، ان انا مش معتمده عليه، ان انا مش احنا معانا فلوس خلاص كفايه، احنا مش محتاجين نشتغل ونعمل فلوس اكتر من كده. لا، انا بفكر في البيزنس، بفكر ان انا يكون عندي البيزنس الخاص بيا، ازاي اعمل شغل اونلاين، ازاي اكسب اكتر واكتر واكتر. مش على قد ما هي فلوس وبس، لا، على قد اللي هو احساس بالنجاح. هي ممكن الفلوس مش يعني النجاح بالنسبه لي اهم من الفلوس، بس هي الفلوس بتيجي في يعني في خطوات النجاح. فانت لو انسانه ناجحه اكيد هتعرفي تعملي فلوس، ما تقوليش ان انت ناجحه من غير فلوس، ده مش لا تعقل. ففكره الانانيه ان انا واحده بحب نجاحي، بحب ذاتي، بحب الوقت الخاص بيا، بحب ان انا اشتغل على نفسي وما اهملش نفسي، ودايما عندي حاجاتي الشخصيه بتاعتي انا وبس. فانا كده شخصيه مش فانيلا، لان انا شخصيه وايلد، انا شخصيه بريه، انا شخصيه الفليفر بتاعي مختلف عن كل اللي حواليا. عشان كده انا جذبت
الشخصيه اللي هي بتعجب بشخصيتي، اللي هي الشخصيه البريه، الشخصيه الوايلد. انت لو انت شخصيه فانيلا هتكتسبي الشخص الفانيلا اللي هو شبه اي حد، اللي هو ما بيعملش اي حاجه في حياته، اللي هو بس بيشتغل بياخد المرتب وتصرفوه على الاكل والشوبينج، كل شهر او كل اسبوع تروحوا تعملوا شوبينج في السوبر ماركت. لا، الحياه دي احنا مش عايزينها، احنا ان احنا نكون النسخه الافضل مننا. فهتلاقي دايما المجتمع والعادات والتقاليد واهلك وستك وجارتك وحبايبك وكل الناس اللي في الشارع عايزينك تبقي انسانه فانيلا. انا جاي النهارده اقول لك لا، انت المفروض تكوني انسانه بطعم الوايلدنس، تبقي بريه، تبقي اسد في نفسك، نمر في نفسك، تايجر في نفسك، تبقي نخشه، تبقي مرحه، تبقي عندك حس الدعابه. كل الحاجات دي سواء انت عندك في 18 سنه، 20 سنه، 25، 30، 40، 50، اي حاجه ابدأي دلوقتي. حطي مهارات واساسات ان انت تنمي الجزء الانثوي فيك، تنمي الجزء البري فيك، الوايلدنس اللي هو. ودي دايما من بيربطوا الست يعني ليه دايما الراجل بينجذب للست اللي لابسه البرنت بتاعت التايجر او اللايون او الكلام ده، فيها بريه. الراجل بيحب الست شويه اللي فيها التوحش، اللي فيها مختلفة عن الغير، مش الفانيلا طعمها مختلفة. انت اعملي الخلطة الخاصة بيكي وحطي الطعم بتاعك واجذبي الراجل اللي انت عايزاه بالطعم اللي انت اخترتيه لنفسك. بس اهم حاجه ما تكونيش شبه اللي حواليك وتبقي الشخصيه الفانيلا. فانيلا الطعم اللي كله عايزه، فالراجل ما بيحبش كده، ما بيحبش ان مراته تبقى طعمها عادي وكل الناس شايفاها عادي. دايما هتلاقي حتى لو في خلافات ما بين الرجل والمراه، اول ما بيظهر ويقابل اصحابه بيحب يبقى يتفاخر بمراتي من عيله كذا، مراتي بتشتغل كذا، مراتي دكتوره، مراتي مهندسه، مراتي عندها البيزنس الخاص بتاعها. ف ابدأي اشتغلي على نفسك حتى قبل ما ترتبطي بفارس الاحلام او شريك الحياه، او لو انت حتى مرتبطه ابدأي دلوقتي. في فرص كتيره جدا تقدري تعملي شغل اونلاين من البيت. انا دلوقتي يعني انا بشتغل اونلاين، كل مصدر رزقي بيجي من الاونلاين. وكمان عندي حاجات انا عملتها قبل ما اسافر، ايام ما كنت بقى لسه في العشرينات. عملت كذا مصدر دخل بيجي لي فلوس وانا نايمه من البيت كل شهر. دي كلها مصادر قوه، لانك بتقولي للراجل ان انا مش محتاجاك، انا واخداك بس في حياتي عشان بس كده. ككابل انا بحب يكون يعني عادي ان انت تعيشي مع زوج وتستمتعوا بحياتكم مع بعض. فخلينا كده نتكلم عن الصفات اللي بتجذب الراجل فيكي. اول حاجه، الراجل بيحب الست المغامره. الراجل بطبيعته طبعا هرموناتهم وطبيعه جسمهم غير زينا، بس الراجل بيحب المغامره، بيحب يروح يعمل مثلا هايكنج، يروح ينام في البريه، يروح يعمل باربيكيو على الرمله. انت لازم يكون عندك حس المغامره وتروحي تشاركيه الحاجات دي. لو انت شفتوا قنواتي فيديوهاتي على اليوتيوب هتلاقي ان انا رحت عملت كامبينج مع جوزي، وانا مش قد كده مع الكامبينج. حلو ان انا اجرب مغامره جديده، بس انا كانسانه برودكتيف بحب ان انا اكون ماشيه على سكيدول، اصحى بدري واعمل شغل. مع الكامبينج صعب ان انت تلتزمي بالسكيدول بتاعك 100%. بس غامرت، اخدت الخطوه مع زوجي، شجعته ويلا بينا ونعمل ونسوي. فالراجل بيحب الست اللي هي كده طالعه من القالب، مجنونه فيها كده طاقه وفيها حته جنان. فدايما لازم تشاركيه المغامره. تاني حاجة، الراجل بيحب الست اللي فيها روح دعابة، بتضحك وتهزر وفرفوشة كده، مش نكدية، مش واخدة كل حاجة على أعصابها. لأن أنت لما بتكوني شخصية قوية ومستقلة ماديا وذاتيا، ويعني بكل الصفات قبل حتى ما ترتبطي، عشان دايما كده في الفيديوهات السابقة من دردشة بنات أو كلام بنات كنت دايما بقول لكم اشتغلوا على نفسكم ماديا ونفسيا وعقليا وكارير بتاعكم، بحيث إن الراجل بيجي في حياتكم كمالة عدد، ما يكونش أنت الحيطة المايلة عليه. الراجل ما بيحبش كده خالص، ما بيحبش الست اللي مايله عليه، بيحب كمان الست ان هو قويه بذاتها وعصاميه كده في نفسها ومعاها فلوسها ومعاها كل حاجه. بس طبعا احنا بناخد فلوسهم، ما بناخدش من فلوسنا، احنا بنحوش فلوسنا لينا. وهبقى اعمل لكم فيديو ازاي انا وزوجي بنرتب الماديات ما بيننا، وازاي اول ما اتقابلت انا وهو، خاصه ان انا زوجي اجنبي، لان في اختلاف كبير جدا في العادات والتقاليد في موضوع الفلوس. فانا سستمت جوزي من الاول خالص على الموضوع ان ازاي نرتب الماديات. فابقى اعمل لكم حلقه، لو انتوا كتبتوا لي في الكومنتات حابين الفيديو ده اعملها لكم اكتبوا لي في الكومنتات، ولو الكومنتات يعني كتيره تستاهلوا ان انا اعمل لكم الحلقه دي، لان بحس ان هي شويه بحب يعني مش حاسه ان هي حاجه ان انا اتكلم عنها، بس لو انتوا فعلا حابين الفكره واي نوت، يلا نعمل الفيديو مع بعض. فالراجل بيحب الست المرحه. بس لاحظي، مش انت عماله تضحكي كده عماله على بطال، ما تبقيش هبله كده مع نفسك كل شويه. انا كل فين وفين لما بضحك، يعني هو انا مش بصطنع، هي دي شخصيتي صراحه. بس انا في بنات كده بحس ان هي إيه ها 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 هي في كل حته. لا، خلي كل حاجه لما انت بتعمليها اعمليها بحساب.
كل كلمه بتطلع منك بحساب. ما تبقيش مثلا اللي هي ايه، خليه مثلا لما تضحكي تبتسم يقول ايه ده جواه كده جوه نفسه، ده ضحكي، فتلاقيه بيهزر ويكتر في الموضوع ده، فتحسي ان انت ايه خدتي نقطه ليكي وهكذا. فدايما خلي خليكي انسانه مرحه، ما تجريش المشاكل، ما تجريش ورا المشاكل، لان الراجل مش بيحب العكننه زي ما بنقول بالمصري. واعرف ان اي واحده هتعكنن على الراجل سهل اللي هو يخلع ويسيبه، فاحنا مش عايزين كده، احنا عايزين نعمل علاقه قويه تدوم معانا وننبسط فيها. رقم 3، الراجل ما بيحبش الست الدراما خالص يا جماعة خالص، ولا اللكاكة، ولا جارتي قالت، ولا صاحبتي زادت وتعيط، واختي عملت فيا، ومامتي جرتني من شعري، واخويا مش عارف ايه. سيبك الدراما. واكبر مشاكلكم يا بنات بتحصل بعد الجواز بسبب الكلام اللي انتوا قلتوه لخطابكم قبل الجواز. كذا واحده قالت لي الموضوع ده، وانا في علاقاتي السابقه مع الرجاله المصريين، يعني انا يعني اتقابلت مع 3 مصريين، بعد كده 2 اجانب، لان لما عرفت ان انا خلاص انا مش انا شخصيا مش هعرف ارتبط برجل عربي خالص، مصري ولا عربي، فعشان كده كنت بسعى ان انا اتجوز من رجل اجنبي. كنت عملت لكم فيديوهات كتير ازاي تتجوزي واحد اجنبي، وازاي انا اتجوزت واحد اجنبي وسعيت للموضوع ده وحققته. فهحط لكم الليسته بتاعت البلاي ليست بتاعت دردشه بنات في الديسكربشن، تقدروا تتفرجوا على الفيديوهات دي كلها وتستفيدوا من خبرتي، تستفيدوا مني قبل ما انقرض. فالراجل ما بيحبش الست الدراما خالص، اوعي تكوني دراما. وبعدين انت هتعملي دراما ليه على نفسك؟ هتنكدي على نفسك، انت هتنكدي على نفسك قبل ما تنكدي عليه. فاعرفي ان انت لازم تكوني فرفوشه ومرحه لنفسك، انت واحده كده بتحبي الهزار. ممكن انت جيتي من عيله، انا مثلا عيلتي جيناتها نكد ف... فدايما بحس ان انا يعني ايه مش بتاعت نكد وبس، مش بهزر كتير، فبحاول كده من كل فتره للتانيه يعني اقلش حاجه كده واقول حاجه. فلازم يعني تبقي انت القارئه لنفسك، ما تستنيش لما حد يجي ينتقدك، انت انتقدي نفسك بعين نفسك كده وصححي الاخطاء دي فيكي واحده واحده. رابع حاجه، الراجل بيحب الست اللي هي عندها كده جانب الابداع. يعني ايه ابقى مبدعه؟ انت شوفي هواياتك ايه، ابدعي فيها. بتحبي الرقص، تعلمي الرقص لنفسك. بتحبي تعملي فاشن وتخيطي وتعملي كروشيه لازم كده الجانب الابداع ده ما تموتوهوش فيكي. يعني انا جوزي مثلا بابا رسام، فلما بيروح يقابل بابا عشان بتعرف ترسم وبتعمل وياخد النوت بوك بتاعته يقعد يوريها لبابا، شوف بتعرف ترسم ومش عارف ايه وكده. مع ان رسمي يعني مش احسن حاجه، بابا يعني رسام خطير جدا، بس شوفوا حاجه بسيطه بيقعد يفتخر بيها. عندي هوايات تانية يقعد يقولها لاصحابه مثلا، ده شيماء بتعمل وبتسوي الكلام ده. فلازم الجنب الابداعي ده تنميه عندك، لان كمان لما بتشتغلي عليه ده دليل على حب الذات. وانا كمان دايما بكلمكم جدا على ان انتوا تبينوا حبكم لنفسكم، تعملوا كل حاجه انتوا بتحبوها لنفسكم، لان احنا مع انشغال الحياه. وانا الفتره اللي فاتت انشغلت كتير جدا ونسيت ان انا بقالي فتره ما برسمش. انا بحب الالوان يا جماعه جدا، انا كان نفسي ادخل فنون جميله. انا بحب ارسم والون، الالوان دي بالنسبه لي ثيرابي كده وبتغذي نفسيتي، فبحس مود حلو ان انا مبسوطه وفرفوشه. مبسوطه وفرفوشه ليه النهارده؟ عشان رسمت شويه. فالراجل بيحب الحته دي، اللي زي ما قلت لكم ما تبقوش فانيلا، لازم يكون عندكم يعني مش تبقوا زي اي طعم، زي اي طعم كده حواليكي. انت اعملي الريسبي الخاصه بيكي واخلاق الطعم الخاص بيكي، وخلي الناس كلها تتفرج عليكي بس محدش يطوله. انت عندك الريسبي، انت عندك الخلطه الخاصه بيكي، محدش يبقى شبهك. زي كده الفينجر برينتس، محدش يعني عنده شبه الثانيه. فدايما خلي طعمك مختلف، وما تخليش المجتمع والعادات التقاليد تزقك ان انت تبقي شبه اي حد وتبقي نفس طعم الجميع. خامس حاجة، الرجالة ما بتحبش الست المترددة اللي ما بتعرفش تاخد أي قرار، اللي هي كده كل حاجة يقول لها ايه رأيك في الموضوع ده؟ ما اعرفش، انت أدرى. ايه رأيك نعمل المشوار ده؟ ما اعرفش، انت وخبرتك. ايه رأيك نصرف كذا؟ زي ما انت تشوف، انت المدبر بتاع البيت. الست اللي ما بتعرفش تاخد قرارات في حياتها سواء ليها او لبيتها، يعني انت وزوجك مع بعض او حتى ليه هو كمان، يعني دي حاجة خطيرة جدا. انا بشوفها من اكتر الحاجات الست اللي او البنت او المرأة، لان انا دايما البودكاست بتاعي ملوش عمر معين. فانا البودكاست ده بوجه للمرأة بصفة عامة، سواء انت في ال 18 او في فترة العشرينات،
لغايه سن ال60، لان انا يعني الارقام دي بالنسبه لي مجرد رقم، لكن الشباب شباب الروح والعقل كمان، وشباب الروح والعقل، وكمان ان احنا نهتم بجمالنا على قد ما نقدر. اوكي يا بنات، فلازم تتعلمي ان انت تاخدي قرارات، تبداي الاول ان انت تاخدي قرارات حياتك. لو انت واحده عايشه مع بابا وماما واخواتك واخوك الكبير هو اللي بياخد القرارات بالنيابه عنك، لا، انت لازم تعملي وقفه للمجتمع والعادات والتقاليد، ان انا هاخد قراراتي بنفسي وانا المتحملاها. ادرسي مواقفك كويس جدا، وحللي كل موقف، لو عملت كذا هيحصل كذا، ولو عملت كذا هيحصل كذا، واختاري احسن قرار انت شايفاه صح. تمام. ولو حصل ان ما مشاش الموضوع زي ما انت عايزه، اتعلمي من الدرس، عشان دايما كده بقول لكم الفشل هو سلالم النجاح. فخدي كل فشل في حياتك كانه ستيب، ان هو يكون نجاح لحاجه، يعني كسلم يطلعك فوق، سلمه تطلعك فوق تجاه الهدف او الحلم بتاعك. فلازم تتعلمي ان انت تاخدي قراراتك بنفسك، عشان كمان لما تيجي ترتبطي تبقي خلاص اتعلمتي الدرس، وتعلمتي يبقى عندك خبره في الموضوع. فلما تيجي ترتبطي وتاخدي قرار، جوزك عارف ان انت هتعرفي تتعاملي، هتعرفي تاخدي القرار الصح. انا من الشخصيات اللي 99% من قراراتي صح، لان انا عشت من وانا صغيره اخد قراراتي من نفسي. حتى وانا عايشه مع بيت اهلي كنت انا اللي باخد قرارات نفسي. لما انفصلت واستقليت وعشت لوحدي في بيت لوحدي، قبل ما اتجوز انا عشت لوحدي، استقليت بنفسي تقريبا بتاع 4 5 سنين. كنت عملت لكم فيديو كامل على الاستقلال بنفسي في ظل مجتمع شرقي، اتفرجوا عليه هيفيدكم جدا. قررت ان انا اسيب البيت واروح اعيش لوحدي، مع ان انا اهلي ضد الموضوع ده جدا. ف اتعلمت خلال ال4 سنين دول كمان ان انا ابقى كمان اخد قراراتي بحذر. يعني انا كنت الاول وانا عايشه في بيت اهلي باخد قراراتي لنفسي، بس لما اعيش لوحدي بقى ده انا شايله مسؤوليه نفسي. انا مش عايزه ارجع واعيط الحقوني انا ما عرفتش هعمل واسوي لوحدي ساعدوني، لا، انا ما كنتش عايزه مساعده اي حد. كنت كل قرار باخده كنت بعمل البريكوشنز بتاعته، وباخد احتياطاتي ان لو حصل كذا، بحيث ان انا يعني ما اقعش قوي او اقع صغيره، وابقى محضره نفسي للسيناريوهات الوحشه، بحيث ان لو حصلت ابقى مستعد لها ما ضيعش. فانا لما جيت اتجوزت خلاص بقيت بعرف اخد قراراتي. فجوزي يجي يسالني هو عارف، عنده ثقه كده 100% ان انا هاخد القرار الصح. وكمان الستات يا جماعه عندهم الحاسه السبعه كده، احنا عندنا يعني حدث الاحساس، احنا بنحس كده، عندنا حاسه كده مش موجوده عند الرجاله. فدايما استغليها واشتغلي عليها كويس جدا ونميها جواكي من ساعه، يعني على قد يعني من اول وقت تقدري عليه ان انت تركزي فيها، من اول حتى ما تسمعي البودكاست ده، ان انت لازم تعرفي تاخدي قرارات الربحيه لنفسك او قرارات الصحيحه لنفسك، عشان لما ترتبطي تقدري تاخدي لبيتك قرارات صحيحه، ويكون عندك راي في البيت بصفه عامه. ما تقوليش ان انا واحده ما عنديش اراء خالص، وبعد كده انت ما بتاخدش برايي، انت ما بتهتمش برايي، انا مش مهمه فعلا انت مش مهمه في البيت. انت لو ما بتعرفيش تاخدي قرارات يبقى انت مش مهمه، يبقى انت انسانه فانيلا. دي كانت 5 صفات اتكلمت عنها في حلقه النهارده، فانتظروا الفيديوهات الجايه هتكلم على صفات اكتر ومواضيع اكتر. ولو حابين اتكلم عن موضوع شخص معين اكتبوا لي في الكومنتات، وانا بجمع الاسئله او الكومنتات بتاعتكم واتكلم عنها الحلقات الجايه. واتمنى يكون الفيديو النهارده عجبكم واستفدتوا افدتكم معلومه جديده. ولو افدتكم معلومه جديده يا ريت تكتبوا لي برده في الكومنتات، او لو انتوا حابين تتكلموا معايا بشكل شخصي ابعتوا لي على الانستجرام، دايما بحب ارد على اسئلتكم. و طبعا تابعوني على الانستجرام. انتوا بتعملوا ايه في الحياه؟ يعني تابعوني على الانستجرام. انا عندي 2 انستجرام، وعندي 3 قنوات يوتيوب، وعندي سناب شات، وعندي تيك توك. تابعوني استفيدوا مني قبل ما انقرض. يلا، اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم، وما تنسوش تشيروا لكل اصحابكم وتشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم فيديوهات جديده. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.